بتعملي ايه النهارده يا نرمين؟ بفتح الفسيخ. فسيخ ايه بس يا نرمين؟ يعني انا دلوقتي احنا لسه ما فطرناش ولسه شامم النسيم شويه. فسيخ ايه اللي انت بتفتحي عنه دلوقتي؟ ما انا بس مش هنضف لك يوم العيد فسيخ، الله لازم انضف بدري شويه. طب يا نرمين والحرمان، يعني انا دلوقتي انت بتعذبيني ولا انت بتعملي ايه بس يا دي اليوم؟ شايفين؟ شايفين ايه يا نرمين؟ السمكه شكلها حلو، انت ليه متعذبين العذاب ده كله؟ معلش معلش يا عمر، يعني انا زي ما عذبتك شيلي اعذبك. بس مش للدرجه دي يا نرمين، كمان هتبهدلي الدنيا. بص، يوم ما بص. نرمين تقول انا هنضف الفسيخ احنا بنبقى عاملين حرب في المطبخ. مش همع وهي لابسه مريالة اول مره بتلبسها من زمن، يعني تحس ان احنا يعني استعدادات حرب يا ابني. موضوع بجد بيبقى جامد جدا. انا احب انضف الفسيخ قبل شم النسيم واحطه في الثلاجه نظيف يا نرمين انت وجاهز. خليتيني انا كل فسيخ. معلش حاولي تبقي حنينه كده وانت انا ماسكه بتنضفي. اصغر مسكينه. حاولي تبقي حنينه، يعني عارفه انت تبقي طيبه الناس كده. اللي ما بتحبش الناس اللي بتخلي الفسيخ ممكن ما تقشرهوش وتفتحه على طول، بس انا بقرف جدا يعني. على فكره ده الفسيخ اللي نرمين كانت عاملاه من تقريبا من 3 3 اسابيع. أسابيع. ولسه فاتحه عليه النهارده. احنا النهارده كده التلات، صح؟ تلات في اسبوع الالام. يعني قبل العيد ب4 ايام. فهي بصراحه عامله 4 شغل 5 عالي، أيام. وده منتهى الحرمان لينا، لان دي مش اول واحده تنضفها، دي الثانيه، وانا شفت الاولانيه ومش عايز اقول لكم يعني انا مش عارفه ادعي لها ولا ادعي عليها والله. انا فعلا حرام عليك يا عماد. عشان الناس بتفتكر ان انت دايما بسطاني، بس ما يعرفوش ان انت احيانا بقهره. يعني في من ده على ده، عارفه انت اللي هي ما تفهميش انت عايزه ايه. بص يا عماد، لا انت لما تفتحيها من جوه ده من جوه دي قصه تانية، يعني في حدوته بتحصل جوه السمكه دي. استنى بس ننضف طبعا حوالينا. نرمين لازم تخلص باكت كلينكس على ما تكون خلصت تنظيف الفسيخ، لازم باكت كلينكس. عماد، الشغل احسن من تظبيط الشغل. اتفضلي يا ريس. وباسكت عماد واقف لها بالباسكت. مش للدرجه دي يا عماد، بطل افوار. بصوا يا جماعه، عشان الزفاره ما تمسكش وتبقى الحاجه بتاعتكم نظيفه لازم تنضفوا طول الوقت. خش هاتي هنا. بصوا، مكاننا دايما نظيف. نوسخ المكان تاني عادي لا يعني. براحتك يا ريس، انا مستني تفتحي بس يا اختي. انا هلم من عليكي كمان. انا قلت انضفهم قبل قبل تنظيفة العيد يا جماعه. لا يا نرمين، عايزين نفتح السمكه بقى. اصبر بقى. حاضر يا ريس. اصبر بقى، ده انا هوريك كل الحاجات الحلوه دلوقتي. بصوا بقى، انا هفتحها من ظهرها كده عشان تبان الحلويات. ليه من ظهرها يا نرمين؟ عشان تبان البياض والجمال، وهقول لكم ازاي تنضفوها من ظهرها في ثانيه. بصوا. لا في الضفادع دي في الفيديو، احنا هنفتح بس هفتح كده معاكم. بصوا. ايوه خش عليا. بص. مع كل واحده بحس ان انت بتشقيني انا. الشر عليك يا حبيبي. يا خبر اسود. انا مش هكمل الفيديو ده. بصوا يا يا جماعه، بنتي بس كده. تحسوا فيها سمنه. يا بنتي ايه بس؟ هي ناقصه تتاكل يا جماعه. بص بالذمه، ده بالذمه يرضي ربنا، ده يرضي ربنا يعني. انا يرضيكم يعني. يرضيكم العذاب اللي انا بتعذبه ده. خطيره. اللي ما جربش الفسيخ بطريقتي خسران كتير قوي. لا اللي ما جربش الفسيخ بطريقه نرمين يروح ينتحر. ده نرمين دي عدت الناس كلها ما شاء الله، ده تحسها متربيه في فسيخه. بركه في بابا. لا يا نرمين حرام بجد. نرمين طبعا مالهاش جو الراس ده، لازم ترميها يعني الناس اللي بتحبها عادي يعني تعيش حياتها. خليك ليا يا نرمين. طبعا انا مضطر امشي من الفيديو واقول لهم كل سنه وانتم طيبين قبل ما تكملي تنظيف. لا تنظيف للفيديو. اوكي خلاص. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. واللي عمل الفسيخ على طريقه نرمين لازم يروح يفتحه دلوقتي، ولا ما شافش الفيديو يقدر يلاقيه على صفحه نرمين صبري وقناتها على اليوتيوب. طبعا ما تنسوش تعملوا فولو للصفحه بتاعتنا، ونشوفكم مع فيديو جديد. باي باي.